بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا يا رب. طلاب الصف الأول الثانوي، يلا يا شباب نحل النهاردة أهم درس عندك في الجبر، اللي هو درس ضرب المصفوفات، لأنه درس الأفكار بتاعته في اختر جميلة جدا، وفي أفكار مهمة وتقيلة شوية عليك لو أنت حليتها لوحدك. فيلا مع بعض نحل درس ضرب المصفوفات. وخلي بالك لازم تشوف شرح الدرس ده، لازم تحل بإيدك الدرس دوت، لأن ضرب المصفوفات رزل شوية للناس اللي مش هتذاكره. فوالله لو عايز بقى الدنيا تبقى معاك في المراجعة طين ما تذاكروش، عايز الدنيا تبقى تمام والله بقى ايه، كل واحد طبيب نفسه بقى. بس يا ريت تذاكره يا ريت، لأن هو درس مهم جدا. يلا بسم الله. بيقول لك إذا كانت ألف مصفوفة على النظم ميم في نون، يلا يبقى الألف مصفوفة على النظم ميم في نون، وباء مصفوفة على النظم ر في اللام. هو بيقول لك فإن حاصل ضرب ألف في ب، يلا نضربهم في بعض. أنا قلت لك شرط الضرب لازم يكون الرقم ده اهو شبه الرقم ده اهو، يعني لازم دولت يا أستاذ يكونوا متساويين. طب لو دولت متساويين الناتج يطلع إيه؟ بتشطب عليهم بناتج يطلع م بتساوي ل. بس هو هنا عايز بيقول لك ايه؟ فان ا ب يكون ممكنا اذا كانت، لازم دولت اصلا يكونوا شبه بعض، يبقى النون بتساوي الر. طب دولت يا اسود اسمهم ايه؟ اعمده المصفوفه الاولى بتساوي صفوف المصفوفه الثانيه، اعمده المصفوفه الاولى بتساوي عدد صفوف المصفوفه الثانيه، يبقى الرقمين دولت يكونوا شبه بعض، يبقى النون بتساوي ر، اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ب. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت ألف مصفوفة على النظم 3 في 1 وباء مصفوفة على النظم 1 في 3. طب يلا، يبقى الألف مصفوفة على النظم 3 في 1 والباء مصفوفة على النظم 1 في 3. بيقول لك بقى فإن الناتج اللي هو أ ب هيكون على النظم كام في كام؟ تعال نشوف الشرط بيتحقق يا أستاذ. الرقم القريب من ده شبه الرقم ده، يعني هنا قد هنا، خلاص بتشطب عليهم كده، يبقى الناتج هيطلع كام في كام؟ 3 في 3. يبقى الناتج هيطلع مصفوفة على النظم 3 في كام؟ 3 في 3. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك إذا كانت ألف مصفوفة على النظم 3 في 3. ألف مصفوفة على النظم كام؟ 3 في 3. وباء مصفوفة على النظم 3 في 2. طب تعالى كده، ألف مصفوفة على النظم 3 في 3 والباء مصفوفة على النظم 3 في 2. بيقول لك ايه بقى؟ فإن 2 ألف في 3 باء تكون على النظم ايه؟ يا حبيب قلبي لو ضربت المصفوفة ألف في أي حاجة النظم بتاعها عمره ما هيتغير، ولو ضربت المصفوفة ب برضه في أي رقم النظم بتاعها عمره ما هيتغير، يعني أكنها كده يا أستاذ. أيوه، خلاص الرقم ده أهو شبه الرقم ده أهو، يبقى أنا أقدر أضرب أشطب عليه كده، يبقى الناتج اللي هيطلع يكون كام في كام؟ 3 في 2. الناتج يكون 3 في 2. فين 3 في 2؟ اللي هو الاختيار د. تمام كده. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت ألف مصفوفة على النظم 2 في 3. ألف، تعال كده، ألف مصفوفة على النظم 2 في 3 وألف في باء على بعضها مصفوفة على النظم 2 في 1، فلازم بقى دي تكون بكام؟ طب تعالى كده واحدة واحدة، أنا هكتب هنا ألف في باء أهوت، معرفش بقى على النظم كام في كام، بس هو بيقول لك الناتج هيكون ألف ب، والناتج هيكون على النظم كام في كام؟ 2 في 1. يا حبيبي ما هو النظم النهائي طلع 2 في 1، شرط الضرب أولا لازم يكون هنا 3 في. طب لازم هنا يكون كام؟ هو بيقول لك الناتج طلع 2 في 1، أكيد لما شطب ده مع ده قال الناتج هيكون 2 في ده، يبقى باء لازم تكون على النظم كام في كام؟ 3 في 1. لازم باء تكون على النظم كام في كام يا شباب؟ 3 في 1، اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت ألف مصفوفة على النظم 2 في 3. يلا ألف مصفوفة على النظم 2 في 3، الدنيا سهلة اهي. وباء مدور على النظم 1 في 3. لا، هو طالب منك أصلا في الآخر المصفوفة ألف في ب، خلاص تعال نجيب له باء بس. أنت مديني المدور 1 في 3، يبقى باء بس 3 في 1، أدورها بقى صح. شرط الضرب متحقق يا أستاذ، الرقم ده اهو شبه الرقم ده اهو، يبقى الناتج هيكون على النظم كام في كام؟ 2 في 1. 2 في 1 اللي هو الاختيار باء. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت ألف مصفوفة على النظم 1 في 3 وباء مصفوفة على النظم كام في كام؟ 3 في 2. عايز الباء مدور في في ألف مدور هيكون على النظم كام في كام؟ دور يا واد الب. تعال نجيب له باء مدور في الألف مدور. الباء مدور هتبقى 2 في 3، شقلب بقى. والألف مدور هتبقى 3 في 1. شرط الضرب متحقق يا أستاذ، الرقم ده اهو شبه الرقم ده اهو، يبقى الناتج النهائي هيكون على النظم كام في كام؟ الناتج النهائي هيكون على النظم 2 في 1، اللي هو الاختيار ج.
السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت ألف مصفوفة على النظم 2 في 1 وباء مصفوفة على النظم 2 في 2 ومصفوفة تالتة ج على النظم 1 في 2، عايز باء ألف لما تضربها في ج يكون على النظم كام في كام؟ بص كده، أنا عايز باء ألف في ج. طب ما أنا أجيب ده الأول، نروح نجيب له الأول باء ألف. تعالى على جنب كده نجيب له باء ألف على بعضها على النظم كام في كام؟ الباء يا أستاذ كانت 2 في 2، اشتغل معايا بقى. والألف كانت 2 في 1، شرط الضرب متحقق، الرقم ده شبه الرقم ده، يبقى الناتج 2 في 1. الله أكبر، يبقى ب ألف على بعضها على النظم 2 في 1. الجيم كانت على النظم 1 في 2 يا أستاذ، برضو شرط الضرب متحقق، الرقم ده شبه الرقم ده، يبقى كلها هتطلع على النظم كام في كام؟ 2 في 2 على النظم 2 في 2، يعني صفين وعمودين. السؤال اللي بعده بيقول لك ألف مصفوفة على النظم 1 في 3 وباء مدور مصفوفة على النظم كام في كام؟ برضه 1 في 3، 1 في 3، فإنه يمكن إجراء أي من العمليات الآتية. طب تعالى كده، هي ألف على النظم كام في كام؟ تعال نجرب كل واحدة. ألف على النظم 1 في 3، حلو. طيب والباء مدور 1 في 3، لا شايلبها، يبقى كام في كام؟ 3 في 1. يا أبو الكباتن، شرط الجمع من الدرس الأول لازم يكونوا أصلا على نفس النظم، يبقى دي غلط. طب تعال نشوف باء مدور. باء مدور فوق 1 في 3 زائد الألف مدور 3 في 1، يا كابتن الجمع والطرح لازم يكونوا على نفس النظم والله. طب ألف لوحدها 1 في 3 والباء مدور برضه 1 في 3، صح؟ ده ضرب صح؟ طب شرط الضرب يا حبيب قلبي متحقق، الرقم ده مش شبه الرقم ده صح؟ يبقى دي غلط، هي مفيش الا ألف في ب. الألف بكام بقى؟ 1 في 3 ودور الب 3 في 1، أيوه الرقم ده شبه الرقم ده، يبقى الاختيار إيه؟ اللي هو الاختيار ده. السؤال اللي بعده بيقول لك المصفوفة 2 0 1 0، عايز اضربها في المصفوفة 0 0 1 2. ضرب المصفوفات يا استاذ مش ضرب عادي، ده انا اقوم بضرب صف في عمود. بضرب صف في ايه؟ في عمود، واحدة واحدة اهو اهو. يلا الصف الاول اضربه في العمود الاول. بنضربه ازاي يا استاذ؟ اضرب الرقم الاول في الرقم الاول والرقم الثاني في الرقم الثاني. يلا 2 في صفر بكام؟ ها بصفر، زائد صفر بصفر بصفر. الصف الاول ده برضه روح اضربه لي في العمود الثاني. امسك كل صف خلصه على كل الاعمده. يلا الاول في الاول زائد الثاني في الثاني، 2 في 1 ب 2. بص يا شباب، 2 ده اهي في 1 ده، وبعدين صفر ده اهو في 2 ده اهي. يلا صفر في 2 بكام؟ بصفر. يلا امسك الصف الثاني 1 وصفر، اضربه هنا واضربه هنا. 1 في صفر بصفر زائد صفر في صفر بصفر. يلا خش على العمود الثاني اضربه فيه برضه. 1 في 1 بواحد زائد صفر في 2 بكام؟ بصفر. يبقى هنا صفر وهنا 2 وهنا صفر وهنا 1. فين صفر 2 0 1؟ صفر 2 0 1 اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لك عندك برضو مصفوفة 4 2 سالب 1، دي على النظم كام في كام؟ عندك صف وثلاث أعمدة. طب وديت عندك ثلاث صفوف وعمود واحد، شرط الضرب متحقق؟ هنا 3 وهنا 3، يبقى الناتج هيكون على النظم كام في كام؟ هنا صفر، معلش في جيم. الناتج هيكون على النظم كام في كام؟ 1 في 1، يعني صف واحد وعمود واحد. يا حبيب قلبي أصلا من غير ما أحسب اهي، مش الناتج هيكون على النظم 1 في 1 صف واحد وعمود واحد. طب تعالى كده، حتى لو أنت عايز تتأكد اضرب كده، هو مفيش الا صف واحد هيتضرب في عمود واحد، فهيبقى هنا رقم واحد. الأربعة في خمسة ب20 زائد الاتنين في سالب 6 بسالب 12 زائد سالب واحد في 8 بكام؟ بسالب 8. سالب 12 ناقص 8 سالب 20، وموجب 20، يبقى الإجابة كام؟ يبقى الإجابة صفر، اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لك ألف وباء مصفوفتين، حيث ألف باء بتساوي 3 سالب 1 4 5. طب أنت عايز إيه؟ أنا عايز بص، أنا عايز باء مدور في ألف مدور، صح يا كابتن ولا إيه؟ طب أنا هروح أعمل لك إيه بقى؟ هجيب لك باء مدور لوحدها مش هتعرف، ما إحنا خدنا قانون لده أهو. على فكرة ده هو بيساوي، قول كده لو أنت جدع. لو جدع قول، بس قولها بالترتيب بالله عليك. دي عبارة عن ألف في باء الكل مدور، صح؟ يا أستاذ أنت ليه كتبتها ألف في باء مش باء في ألف؟ يا حبيب قلبي، ما هو عشان الضرب بتاع المصفوفات المدور بيتوزع من العكس. يعني دي لما أجي أكتبها، ما هو ضرب مش إبدالي، ألف في ب مش هي ب في ألف، بوزع من العكس، يعني ب مدور الأول وبعدين ألف مدور، صح؟ خلاص يعني ده هي يا أستاذ، هي دي بالظبط، قانون حافظين. خلاص ده أنت عندك ألف ب فوق، دورها يبقى أنت خلصت. ده صف
خليه عمود وقفه لي 3 سالب 1. ده صف، خليه عمود وقفه لي يبقى كام؟ 4 و5. 3 4 سالب 1 5 اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ب. السؤال اللي بعده شبه الفكرة ولا ايه؟ تعال نشوف. إذا كان ألف 2 وسالب 2 وباقي 2 و5، أنا عايز باء ألف الكل مدور. طب إيه رأيك نروح نجيب له باء ألف الأول؟ بعد ما نجيبها له يا عم نبقى ندور. يلا، هي الباء بكام؟ 2 و5، والألف 2 وسالب 2. عايز أعرف الناتج هيطلع إزاي؟ بص يا باشا، هنا 2 و5 ده على النظم كام في كام؟ ده على النظم صف واحد وعمودين، وديت صفين وعمود واحد، يبقى الناتج هيطلع 1 في 1. يبقى الناتج هيطلع فيه صف واحد وعمود واحد. هو يا جيم يا دال بقى، تعال نتأكد. يلا يلا امسك الصف ده واضربه ده اهو. بضرب الأول هنا في الأول هنا، والتاني هنا في التاني هنا. 2 في 2 ب4، زائد الخمسة في سالب 2 بكام؟ بسالب 10. يبقى 4 ناقص 10 سالب كام؟ سالب 6. دي على فكرة مصفوفة بس فيها صف واحد وعمود واحد، اللي هو الاختيار بقى اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده ملحوظة برضو من الملحوظات المهمة. اي مصفوفة وحدة، حاضر، فإن اي أس ن. والله ده أنا قايل لك في الشرح إن الاي هياها الاي مدور، هياها اي أس 2، هياها اي أس 5، هياها اي أس 200. يا عم أزود لك كمان هياها اي أس 1000. ما هو الاي دي يعني مصفوفة وحدة صح؟ بس شرط الأس اللي فوق دهوت يكون عدد صحيح موجب. شرط الأس اللي فوق دهوت يعني لو فرضنا إن الأس اللي فوق ن مثلا لازم ينتمي للأعداد الصحيحة الموجبة. تمام؟ خلاص، يعني أي أس ن هي الأي مدور، هي أي أس 2، هي أي أس 3. يبقى الاختيار د اللي هو إيه؟ جميع ما سبق. والملحوظة دي مهمة، الأي مصفوفة الوحدة. السؤال اللي بعده بيقول لك ألف المصفوفة 2 سالب 1 4 سالب 2. أنا عايز ألف تربيع، ماشي، وهتروح تعمل لي أس 2 على كل واحدة، ده أنت كده تبقى أهطل. لا، ألف أس 2 يا أستاذ معناها ألف في ألف. يلا نضرب 2 سالب 1 4 سالب 2 في ألف كمان 2 سالب 1 4 سالب 2. تعال نضرب يلا المصفوفات صف في عمود، صف في عمود أهو. دي على النظم 2 في 2 ودي على النظم 2 في 2، يبقى الناتج هيطلع 2 في 2. يبقى ج دي مستبعدة. ماشي، واحدة واحدة بقى. صف اهو يا معلم في العمود اهو. شوف هضربه ازاي بقى. 2 في 2 ب4 زائد سالب 1 في 4 بسالب 4. يلا امسك نفس الصف اضربه في العمود التاني. 2 في سالب 1 بسالب 2، سالب 1 في سالب 2 بموجب 2. يلا خلصت الصف الأول، امسك الصف اللي بعده اضربه في العمودين، الأول في الأول زائد التاني في التاني. الاتنين في 4 ب8 زائد سالب 2 في 4 بسالب 8. ها يلا 4 في سالب 1 بسالب 4 زائد سالب 2 في سالب 2 بموجب 4. يبقى يلا يا كابتن هنا صفر 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 صفر. خلاص دي المصفوفة الصفرية. طب دي على النظم كام في كام؟ 2 في 2. طب المصفوفة الصفرية كنا الدرس الأول بنرمز لها برمز المستطيل ده صح؟ يبقى دي مصفوفة صفرية وعلى النظم 2 في 2 اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ده. السؤال اللي بعده خلي بالك بقى، أول ما هيقول لك مثلا عايز ألف أس 4، ألف أس مثلا 60، هتلاقي فيه شبه نظام كده أو نمط هيطلع لك. طب تعال نتأكد. بيقول لك ألف 3 3 سالب 1 سالب 1. احنا عايزين ألف أس 4. ألف أس 4 ديت احنا ممكن نعملها ازاي؟ عبارة عن ألف أس 2 في ألف أس 2 صح ولا ايه؟ طب ما تيجي نجيب ألف أس 2 وربنا يسهلها لنا. يلا ألف أس 2، أنا هجيب ده وبعدين نشوف بقى نعمل ايه. ألف أس 2 معناها ألف في ألف 3 3 سالب 1 سالب 1، وألف أس 2 برضو 3 3 سالب 1 سالب 1. بتشتغل معايا يلا يا كابتن. صف في عمود، يلا يا كابتن. 3 في 3 ب9 زائد 3 في سالب 1 بسالب 3. نفس الصف خده على العمود التاني. 3 في 3 ب9 زائد 3 في سالب 1 بسالب 3. يلا انزل على الصف اللي بعده. سالب 1 في 3 بسالب 3، وسالب 1 في سالب 1 بموجب 1. يلا سالب 1 في 3 بسالب 3، سالب 1 في سالب 1 بموجب 1. يلا يبقى 9 ناقص 3 6، وهنا برضو 6، وهنا سالب 2، وهنا سالب 2. الله أكبر، إيه اللي أنت جبته ده يا أستاذ؟ ده أنا يا حبيب قلبي بجيب ألف تربيع. ألف تربيع طلعت كده. طب إيه رأيك؟ أنا ممكن أعمل حركة كده بنت لذينة كده. إيه رأيك ألف تربيع ده ممكن أبسطها لك أكتر؟ مش ممكن آخد هنا من 2 عامل مشترك؟ تعالى كده ناخد 2 عامل مشترك. تعالى يا عم ونشوف إيه اللي هيبقى. بس اقسم المسألة كلها على الاتنين. يبقى هنا 3 3
بص كده فوق على الألف هتلاقي هي سالب واحد سالب واحد. يعني ألف أس 2 ده اهي ممكن أكتبها لك 2 في الألف. أيوه، ما هي ده هي كلها من فوق هي ألف. بص فوق كده ألف 3 سالب واحد سالب واحد، صح؟ يبقى ألف أس 2 ب2 ألف. اطلع فوق بقى. احنا كنا عايزين نجيب ايه؟ ألف أس 4. ركز معايا بقى. فكناها ألف أس 2 في ألف أس 2. طب ألف أس 2 الواحدة ب2 ألف، واللي بعدها ألف أس 2 الواحدة ب2 ألف، صح ولا إيه؟ تعال نضرب كده، وما تنساش الاتنين في اتنين بأربعة. في ناس تقول لك 4 ألف. ليه يا حبيب قلبي؟ هي ألف في ألف بألف؟ ده ألف بألف، ألف في ألف بألف أس 2. ما أنا يا أستاذ برضو لسه جايب لك ألف أس 2 فوق أهي بقى، ما تعوض بيها. ألف أس 2 كمان ب2 ألف، يبقى 4 في 2 ألف هيدينا 8 ألف. فين 8 ألف بقى؟ 8 ألف اللي هو الاختيار ده. سؤال مهم برضه، خلي بالك من فكرته. مشينا على نمط معين، لقيت الاتنين خدتها عامل مشترك وهكذا. السؤال اللي بعده، يلا بينا. بيقول لك ايه بقى؟ إذا كانت ألف على النظم أو ألف 2 و3 وباء س صفر واحد صاد، بيقول لك اضرب لي ألف في باء وساوي لي الناتج ب9 و6. يلا يا عم، خلاص أنا ممكن أضربهم لك أهو بقى. هضرب الصف ده أهو في العمود ده أهو. طب يلا ولا إيه؟ تعالى نضرب. كده كده بص، ديت بتتكون من صف واحد وعمودين، وديت بتتكون من صفين وعمودين، صح؟ يبقى هنا كام؟ يبقى هنا 2 وهنا 2. يبقى الناتج هيكون 1 في 2 صف وعمودين. طب تعالى نضرب صف واحد وعمودين. يلا، الصف الأول اضربه في العمود الأول يبقى هيديك الرقم اللي هنا اهو، والصف الأول في العمود التاني يبقى هيديك الرقم اللي هنا اهو، صح كده؟ طب تعالى يلا. 2 في س ب2 س زائد 3 في 1 ب3. كده جبت اللي هنا، كده جبت اللي هنا، خلاص. سيب مسافة شوية. 2 في صفر بصفر زائد 3 في صاد ب3 صاد. هو قال لك ألف في ب ده بقى لما تجيبها ساويها هنا ب9 و6. يلا يا باشا ساوي العناصر المتناظرة. يبقى 2 س زائد 3 ب9، ودي بعكس الإشارة سالب 3. يبقى 2 س بتساوي 6 على 2 وعلى 2 يبقى الس ب3. يلا ايه تاني؟ صفر زائد 3 صاد ب6 على التلاتة وعلى التلاتة يبقى الصاد ب2. انت عايز ايه بقى؟ انا عايز منك س زائد صاد، يبقى 3 زائد 2 يدينا كام؟ 5، اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار بقى. السؤال اللي بعده، القلم. يلا بيقول لك 2 3 4 5 وهنا س 7 3 صاد. طب ما تيجي نضرب وبعدين نساوي بقى في الاخر. هنضرب وبعدين نساوي. يلا صفف عمود. تعالى يلا صفف عمود، وبعد ما نخلص هنساويها بالسبعة 8 11 18. الصف الأول في العمود الأول، الاتنين في س ب2 س زائد 3 في 3 ب9. يلا اقسم مسافة. الاتنين في 7 ب14 زائد 3 في ص ب3 ص. الصف التاني الأربعة في س هيدينا 4 س، والخمسة في 3 ب15، الأربعة في 7 ب28، والخمسة في ص ب5 ص. حلو. بعد ما تخلص بقى ساوي بسبعة وتمانية وحداشر وتمنتاشر، صح؟ أو أنا كنت ممكن أصلا من الأول أضرب صف أول في عمود أول وأساويه بالسبعة، واضرب صف تاني واضرب صف اول برضه في العمود ده واساوي 8. يعني ما كناش محتاج الليله دي، لا والله، بس يلا اكننا بنتدرب عليه. سوي اي حاجه باللي بتنظرها هتخلص. يعني 2 س زائد 9 بتساوي 7، و14 زائد 3 ص ب8. مش محتاج حاجه الا دولت. ودي بعكس الاشاره، يبقى 2 س بتساوي 7 ناقص 9 سالب 2 على 2 وعلى 2 يبقى الس بسالب 1. ودي بعكس الاشاره، يبقى 3 ص بتساوي 8 ناقص 14 سالب 6 على التلاتة وعلى التلاتة يبقى الصاد بسالب 2، س بسالب 1 وصاد بسالب 2. انت عايز ايه؟ انا عايز س زائد الصاد. الس بسالب 1 والصاد بسالب 2 يدينا سالب كام؟ سالب 3، اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار أ. السؤال اللي بعده بيقول لك أ مصفوفة 2 1 3 سالب 1. أنا عايز تجيب لي أ أس 2، صح كده؟ أ أس 2 ناقص 2 ناقص أ. طب يلا نروح نجيب له أ أس 2. ما هي أ أس 2 معناها أ في أ. يلا نضرب أ في نفسها. 2 1 3 سالب 1. يلا 2 1 3 سالب 1. صفف عمود وهتتهبل وتضرب لي الأول في الأول والتاني في التاني. يلا صفف عمود. الصف الأول في العمود الأول، 2 في 2 ب4 زائد 1 في 3 ب3. الاتنين في 1 ب2 زائد سالب 1 في 1 بسالب 1. يلا الصف التاني في العمود الأول،
3 في 2 ب6 وهنا ناقص كام؟ 3. و3 في 1 ب3 زائد سالب 1 في سالب 1 بموجب 1. يبقى أ أس 2 طلعت بكام بقى؟ 7 1 3 4 صح؟ دي اسمها ايه؟ أ أس 2. هو بيقول لك بقى أ أس 2 اللي انت جبتها ب7 1 3 4 اطرح لي منها أ، يعني اطرح منها 2 1 3 سالب 1. طب هيساوي كام ديت؟ لا الطرح عادي، الطرح بتطرح كل الأرقام المتناظرة. 7 ناقص 2 ادي كده 5، 1 ناقص 1 صفر، 3 ناقص 3 صفر، 4 ناقص 1 يبقى 5. دي موجودة في الاختيارات؟ لا. طب ما تيجي نسحب منها 5 عامل مشترك. اقسم المسألة كلها على 5. 1 0 0 1 ادي الخمس. 1 0 0 1 اللي هي مصفوفة الوحدة اللي هي ايه؟ اي اللي هو الاختيار. ايه بقى؟ اللي هو الاختيار ده. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت س بتساوي 3 0 0 0 3 0 0 0 3. أنت عايز س أس 2 زائد 3 س. حاضر. اوعى تتهبل وتروح تضرب س في نفسها وهي بالطريقة دي. طب ما أنت ممكن تبسط الدنيا أكتر. شايف السين ده؟ ممكن آخد منها 3 عامل إيه؟ مشترك. إيه اللي هيبقى؟ 1 0 0 0 1 0 0 0 1. حلو. ادي التلاتة دهيت على بعضها اسمها ايه؟ اي. يلا بقى نشوفه هو عايز ايه. بسطت له الدنيا اهو. انا عايز س اس 2 زائد 3 س. س اس 2. طب ما انت جايب الس ب 3 اي اعمل لها اس 2 زائد 3 في السين. ما السين برضه ب 3 اي. وزع يبقى 9 اي اس 2 زائد 9 اي. طب ما انت عارف ان الاي اس 2 بتساوي اي اس 3 بتساوي اي اس 5. هي يعني ممكن اشيل اي اس 2 دي واحط اي عشان اقدر اجمع. زائد 9 اي يبقى الناتج كام؟ الناتج 18 اي. 18 اي اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار باء. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت 4 1 3 1 وهنا 1 سالب 1 سالب 3 س بتساوي اي. طب ما الاي دي ممكن نفكها يا كابتن. 1 0 0 1. يلا بقى خلاص. طب انت هتعمل ايه؟ طب مش محتاج اضرب كله. انا ممكن اضرب لك الصف الاول في العمود الثاني واساويه بكام لو جدع. شايف بقي قال ايه؟ هضرب صف اول في عمود تاني فاروح له شوف لي هنا فين الرقم اللي في الصف الاول العمود الثاني. صفر. براحتك جدع. يلا بقى 4 في سالب 1 بسالب 4 زائد 1 في س بس. كل ده هتساوي بكام؟ صفر. ودي سالب 4 خلصت يبقى الس بكام؟ يبقى الس ب4 اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ب. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت س مصفوفة بحيث س في 1 و2 بتساوي برضو نفسها 1 و2. خلاص. هو ايه اللي تضربه في حاجة يديك نفس الحاجة؟ العدد اللي ما بيحوقش في الضرب اسمه المحايد الضربي. ما بيحوقش. يعني مثلا 1 في 5 ب5. ما هي ال5 طلعت اهي. الواحد ما حوقش فيه. يبقى المحايد الضربي اللي هو في المصفوفات اللي هو الاي. والاي اللي هي 1 0 0 1 بيبقى قطرها الرئيسي هنا كل واحد وحواليها اصفار. فين بقى 1 0 0 1 اللي هو الاختيار بقى؟ شايف ألف بيلعبك بس في 0 1 1 0 غلط. تبدأ ب1 0 0 1. يلا السؤال اللي بعده بيقول لك ألف بتساوي 2 و3. ادي ألف بتساوي كام وكام بقى؟ هنا 2 و3. ومديك الباء بواحد 2 بسالب 3 وصفر. ومديك الجيم بتساوي 3 وواحد. أنا عايزك تضرب لي ألف جيم باء. احنا هنروح نضرب الأول ألف في جيم بس لازم بالترتيب. والناتج اللي هيطلع هنضربه ايه؟ في باء. تعال نروح نجيب له الأول ألف في جيم كده. الألف بكام؟ ألف ب2 3. خلي بالك الضرب هنا مقرف. والجيم 3 وهنا 1. يا أستاذ هو أنت بتضرب إزاي بعد إذنك؟ أنا بمسك الصف ده أهو أضربه مرة في العمود الأول وأضربه مرة في العمود الثاني. الاتنين في 3 ب6. والاتنين في 1 ب2. الحمد لله الصف الأول خلصته على الأعمدة دي. خد الصف الثاني 3. 3 في 3 ب9. و3 في 1 بكام؟ ب3 بالترتيب. طب يلا الناتج اللي طلع ده اهو 6 2 9 3. هنضربه في ايه بقى؟ هنضربه في الباء فوق اللي هي 1 سالب 3 2 0. اضرب يلا يا باشا. صف في عمود برضه. يلا صف اهو في عمود اهو. 6 في 1 ب6 زائد 2 في 2 ب4. 6 في سالب 3 بسالب 18 زائد 2 في 0 ب0. يلا 9 في 1 ب9 زائد الاتنين في 3 ب6.
9 في سالب 3 بسالب 27، وزائد 3 في صفر بكام؟ 3 في صفر بصفر. هيطلع هنا كام؟ هنا 10، وهنا سالب 18، وهنا 15، وهنا سالب 27. فين بقى؟ 10 سالب 18 15 سالب 27. من الأسئلة المهمة برضو، خلي بالك وأنت بتضرب. السؤال اللي بعده بيقول لك ألف بتساوي تاء صفر صفر تاء، صح ولا إيه؟ عايز ألف أس 2. عادي ممكن أضرب ألف في ألف، بس أنا ممكن أكون شاطر شوية وآخد التاء عامل مشترك. هيبقى إيه بقى؟ اسم المسألة على تاء 1 0 0 1. يعني ممكن أكتبها يا أستاذ تاء في أي. أيوه ممكن تكتبها تاء في أي. هو عايز إيه بقى؟ ألف أس 2، يعني تاء أي الكل أس 2. تاء وزع بقى، يبقى تاء أس 2 أي أس 2. تاء أس 2 من الترم الأول بسالب 1، وأي أس 2 اللي هي أي، صح ولا إيه؟ يبقى سالب 1 أي أو سالب أي اللي هو الاختيار ده. السؤال اللي بعده بيقول لك تاء أس 3 وصفر. ما أنا عارف إن تاء، فاكر لما كنا بنقول لك تاء أس 3 بتساوي سالب تاء، وتاء أس 2 بيساوي سالب 1، وتاء أس 4 كمان كانت بواحد. يلا، عايز تضربهم في بعض واحدة واحدة بقى. خلاص هنضربهم لك يا عم في بعض، مفيش هنا عامل مشترك نقدر ناخده بقى. بس تاء أس 3 ده أنا ممكن أشيلها وأحط سالب تاء. حلو. يلا بقى صف في عمود بالراحة. سالب تاء في تاء بسالب تاء تربيع، وصفر في صفر بصفر. نفس الصف على العمود اللي بعده، سالب في سالب بموجب، تاء في تاء بتاء تربيع، وهنا تاء سال، وهنا برضو احنا ضربنا بص سالب تاء في سالب تاء ادتنا موجب تاء تربيع، والرقم التاني في الرقم التاني صفر في تاء هيدينا كام؟ هيدينا صفر. تعالى اما امسح لك اللعبكه اللي فوق عشان تفهم لما اضرب ازاي اللي بعده اهو. يلا امسك الصف التاني اضربه برضو في العمود الاول، سالب تاء في تاء بسالب تاء تربيع، تاء في صفر بتاء. يلا نفس الصف بس اضربه في العمود ده اهو بقى، سالب تاء في سالب تاء بموجب تاء تربيع، زائد تاء في تاء بتاء تربيع. يلا يا باشا، هيدينا سالب تاء تربيع. تاء تربيع بسالب واحد وقبلها سالب يبقى كام؟ واحد. وهنا تاء تربيع بسالب واحد. تاء تربيع بسالب واحد وقبلها سالب يبقى موجب واحد. تاء تربيع دي بسالب واحد، ودي بكام؟ ودي برضه بسالب واحد، صح ولا ايه؟ بص كده، تاء في تاء، احنا قلنا هنا سالب تاء في سالب تاء بموجب تاء تربيع، وهنا تاء في تاء هيدينا كام؟ تاء تربيع، صح كده؟ تاء تربيع بسالب واحد، وهنا تاء تربيع في سالب بسالب واحد، فالناتج هيدينا كام؟ هيدينا سالب اتنين. واحد سالب واحد واحد سالب اتنين اللي هو الاختياري بقى، اللي هو الاختيار بقى. السؤال اللي بعده بيقول لك جا سيتا في جتا سيتا، عايز اضربها وعايز اضربها في المصفوفة اللي بعدها. طب ما سهل، صف في عمود بالراحة، صف اهو هنضربه في العمود ده اهو. يلا انا معاك اهو. يلا مصفوفة قد الجاموس اهي. جا في جا هيدينا جا تربيع س، زائد جتا في جتا هيدينا جتا تربيع س. الصف الاول خلصته على العمود الاول، روح خلصه على العمود الثاني بسرعة. جا في جتا مش هنقدر، يبقى جا جتا. طيب جتا في سالب جا مش هقدر برضه، يبقى سالب جا جتا. يلا امسك الصف الثاني اهو، سالب جتا في جا مش هقدر، هيبقى سالب جا جتا. طيب جا في جتا مش هقدر برضه، هيبقى جا جتا برضه اهي. يلا في العمود التاني، سالب جتا في جتا هيدينا سالب جتا تربيع سيتا، جا في سالب جا بسالب جا تربيع سيتا. يلا اهو، جا تربيع زائد جتا تربيع بواحد. ده عدد وده شبهه بس بالسالب صفر، ده عدد وشبهه بس بالسالب عدد مع قوس الجمع صفر. طب جتا تربيع وقبلها سالب وهنا سالب جا تربيع، ممكن اسحب سالب منهم عامل مشترك. ايه اللي هيتبقى؟ هيتبقى جا ما انت بتقسم المسألة على سالب بقى، جا تربيع زائد جتا تربيع. ها، جا تربيع زائد جتا تربيع بيساوي كام؟ بيساوي واحد، وقبلها سالب يبقى كام؟ صح كده؟ وقبلها سالب يبقى سالب واحد. فين بقى عندك اللي هي واحد صفر صفر سالب واحد؟ واحد صفر صفر سالب واحد اللي هو الاختيار، ما احنا خدنا من هنا سالب بايه؟ سالب عامل مشترك. واحد صفر صفر سالب واحد اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت أ بتساوي واحد اتنين، وهنا تلاتة أربعة، وباء س صفر صفر صاد، وكان الألف باء في سؤال قبله ولا إيه؟ ده احنا عدناه. تعالى كده،
يقول لك س ب5 2 سالب 3 1. فإن مجموع عناصر، لما تضرب لي بقى س في س مدور، هي الس بكام؟ السين ب5 2 سالب 3 1. اضرب يا باشا في المدور، الصف خليها عمود 5 وهنا 2، يلا وهنا سالب 3 1. بعد ما تضرب بقى اجمع لي كل الأرقام، صف في عمود، يلا يلا صف في عمود. 5 في 5 ب25 زائد 2 في 2 ب4، بقيت معلم بقى فيه 5 في سالب 3 بسالب 15 و2 في 1 ب2. الصف ده خلصوا على العمودين، يلا سالب 3 في 5 بسالب 15، 1 في 2 ب2، وسالب 3 في سالب 3 بموجب 9، 1 في 1 بكام؟ بواحد. ايه اللي طلع بقى؟ هنا 29 وهنا سالب 13 وهنا سالب 13 برضه، وهنا كام؟ وهنا 10. هو عايز ايه؟ مجموع العناصر اللي انت طلعتها، يبقى 29 زائد سالب 13 زائد سالب 13 زائد العشرة، صح كده؟ هتجمع كل ده هيطلع معاك تقريبا في الاخر 13. 13 اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار الف. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت ألف 1 2 3 4 وباء س 0 0 ص، بيقول لك وكان الألف في باء بتساوي الباء في ألف. يعني هنجيبهم ونساويهم ببعض. طب يلا تعال نجيب له ألف في باء، يلا ألف في باء اضرب اللي قدامك أهم، اضرب يبقى صف في عمود، 1 في س بس و2 في صفر بصفر، يلا صف في عمود بقى، خليك معلم بمجرد النظر بقى، 1 في صفر بصفر و2 في صاد ب2 صاد، أنا بعملها على طول بقى. يلا الصف التاني، 3 في س ب3 س والأربعة في صفر بصفر، خدها على العمود التاني، 3 في صفر بصفر والأربعة في صاد بأربعة صاد، ده ألف في باء. روح هات لي باء في ألف. باء في ألف، ماشي يعني هنعكس ولا إيه؟ ماشي هنعكس. طب تعالى بعد إذنك بقى يا أستاذ نمسح ديت. باء في ألف يا أبو الكباتن، أنا بنبهك تاني أهو، صف في عمود، ها قول لي كده. س في 1 هيدينا س، والصفر في 3 بصفر. يلا انت بقى تكتبهم جنب بعض احسن يا عم اهو، عشان لو انت هتتلخبط. الباء اهي س صفر صفر ص، والالف اهي 1 2 3 4. يلا يا عم اهو عشان ما تتلخبطش، ها اضرب صفر عن س في 1 بس، وصفر في 3 بصفر، وس في 2 ب2 س، وصفر في 4 بكام؟ بصفر. انزل تحت اهو يلا، صفر في 1 بصفر، وصاد في 3 ب3 صاد. يلا على العمود التاني، صفر في 2 بصفر، وصاد في 4 ب4 صاد. عايز تساويهم ببعض، ساويهم يا عم ببعض. هو بيقول لك إيه؟ ساوي اي حاجه بالتانيه احنا هنخلص. الرقم الاول هنا بالرقم الاول هنا، لان هو قال لك في الاخر ساويهم ببعض فوق علامه يساوي، يبقى السين بتساوي يبقى السين بتساوي السين. طب ما في حاجه تانيه، ما فيش في الاختيارات س بتساوي س. طب شوف دي ودي كده، شوف 2 ص بتساوي 2 س، الاتنين تطير مع الاتنين او اقسم عليه، يبقى السين هتساوي الصاد. السين هتساوي الصاد اللي هو الاختيار بقى، اللي هو الاختيار ألف. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت ألف س صفر 2 3 وألف أس 2 بتساوي كام؟ بتساوي 9 أي، صح؟ ألف أس 2 بتساوي 9 أي. طب ما تيجي نحسب ألف أس 2 الأول ونساويها ب9 أي. ألف أس 2 يلا يا كابتن يعني إيه؟ يعني س صفر 2 3، وهنا كام برضه؟ س صفر 2 3. اضرب كده يلا صف في عمود، س في س بس تربيع، والصفر في 2 بصفر. يلا س في صفر بصفر وصفر في 3 بصفر. يلا الصف التاني، 2 في س ب2 س زائد الاتنين في 3 ب6، الاتنين في صفر بصفر والتلاتة في 3 بكام؟ ب9. كده دي ألف أس 2. قال لك سويها لي ب9 أي، مش الأي دي اللي هي 1 0 0 1، دخل عليها التسعة بقى، يبقى 9 0 0 9. ساوي الأول بالأول والتاني بالتاني، عاصر متناظرة. يلا يعني 2 س زائد 6 هنساويها بكام؟ بصفر. يبقى 2 س بسالب 6 على الاتنين وعلى الاتنين، يبقى س بسالب 3. يا مستر بعد إذنك أنت ليه ما قلتش س تربيع ب9 يبقى السين بموجب وسالب 3؟ ما يا حبيب قلبي تعالى أنا معاك، تعالى نجرب دي كده. لازم تنفع، يعني لازم بص هنا س تربيع تساوي 9 و2 س زائد 6 بتساوي الصفر. انت قلت موجب 3 تنفع وسالب 3 تنفع. طب تعال نجرب هنا كده، الموجب 3، الاتنين في 3 بكام؟ ب6. طب 6 زائد 6 يديك صفر، لازم تحقق. طب اطلع فوق هنا، الموجب 3 او سالب 3 هينفعهم، بس هنا ما نفعتش ازاي؟ ما هو لازم تحقق في كله. يعني انا لو حطيت هنا موجب 3، الاتنين في 3 ب6، طب 6 زائد 6 صفر، مستحيل. السالب 3 بس هي اللي هتحقق كل ده اهو.
يعني حط هنا سالب 3، سالب 3 أس 2 9. حط هنا سالب 3، 2 في سالب 3 في سالب 6، وسالب 6 وموجب 6 صفر. يبقى السالب 3 هي اللي هتحقق لك كله يا كابتن. يبقى الجيم بكام؟ يبقى الجيم أو آسف يبقى السين بسالب 3. السؤال اللي بعده بيقول لك ألف 1 0 سالب 1 7. هو ألف أس كام دي؟ ألف أس 2 لو أنت مش شايفها أهو. ألف أس 2 بتساوي 8 ألف زائد كاف أي. طب ما تيجي نروح نحسب له ألف أس 2. يلا ألف في ألف أهو. 1 0. الراجل عايزك شاطر على فكرة في الضرب، عشان كده بيجيب لك ألف أس 2 عشان تضربها في نفسها. في كام بقى؟ تعال نمسح ديت. يلا عايزين نضربها في 1 0 سالب 1 7. صف في عمود. يلا بقى، ده احنا زهقنا منها يا ابني. صف اهو في عمود اهو. خلص بقى اول في اول وتاني في تاني، واجمع واحد في واحد بواحد زائد صفر في اي حاجه بصفر. يلا الصف الاول في العمود التاني، واحد في صفر بصفر والصفر في 7 بصفر. يلا سالب واحد في واحد بسالب واحد، وسبعة في سالب واحد بسالب 7. يلا في العمود التاني، سالب واحد في صفر بصفر والسبعة في 7 بكام؟ ب49. تعال نكملها بقى كده. يبقى هنا واحد وهنا صفر وهنا سالب 8 وهنا موجب كام؟ 49. هنشوف بقى عايزنا نساويها بايه. يقول لك اللي انت طلعتها 1 0 سالب 8 49 ده ساويها ب 8 ألف، يعني نضرب الألف في 8. يبقى هنا كام؟ يبقى هنا واحد ولا كام هنا؟ 8. آسف، يبقى 8 في 1 ب8، و8 في صفر بصفر، و8 في سالب 1 بسالب 8، و7 في 8 ب56. زائد كاف اي. الاي 1 0 0 1، دخل عليها الكاف يبقى كاف 0 0 كاف. يلا بقى هجمع الاول ده اهو زائد الاول ده اهو واساويه بالاول ده اهو. يلا يبقى 8 زائد الكاف هنساويها بالواحد، موجب 8 هتروح بسالب 8. يبقى الكاف بتساوي سالب كام؟ سالب 7، اللي هو الاختيار بقى اللي هو الاختيار ج. السؤال اللي بعده، المصفوفة اللي قدامك ده هو بيقول لك انا عايز ايه بقى؟ انا عايز الف اس 2. حاضر. طب ما الف اس 2 معناها الف في الف، صح ولا ايه؟ الف اس 2 اهي. احنا ممكن نفكها ايه؟ الف في الف. طب ما تيجي نضربهم. يلا واحد واحد واحد، واحد واحد واحد، واحد واحد واحد. يلا والتانية كلها برضو وحيدة اهو. احنا بقى مش هنقعد نضربهم كلهم، انا لو ضربت صف في عمود فكلهم هيكونوا شبههم. يعني بص كده، صف اهو في عمود اهو، اول في اول زائد تاني في تاني زائد تالت في تالت. بص، اول في اول زائد تاني في تاني زائد تالت في تالت يديك كام؟ يديك تلات. خلاص يبقى كل المصفوفة هتطلع بتلاتات اهو. جرب انت بقى، لازم كلها تطلع كده، ما كلهم نفس الارقام. يلا دي اسمها ألف أس 2. طب ما أنا لو سحبت 3 عامل مشترك إيه اللي هيتبقى؟ واحد 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 واحد. طب ما الواحد واحد واحد دي اللي هي إيه بقى؟ اللي هي 3. واحد 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 ده اوعى تقول لي ده الأي واحد صفر صفر واحد. لا، المصفوفة دي كلها تطلع فوق كده خالص اسمها ألف. ده أنت رجعتني للأصل. يبقى أنا 3 في المصفوفة ألف، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الاختيار بقى. السؤال اللي بعده، ألف 2 صفر وهكذا. بيقول لك فإن ألف أس 5. طب ما تيجي نظبط بس الألف اللي فوق دي. أنا ممكن أسحب 2 عامل إيه؟ مشترك. هيبقى 1 0 0 0 1 0 0 0 1. جميل. يعني هتبقى كام في الآخر يا أستاذ؟ هتبقى 2 أي. مظبوط. يبقى أنا وصلت إن الألف بتساوي 2 أي. ممكن أطلب منك بعد إذنك لو ممكن تحسب لي الأي، أقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين يبقى الأي بنص ألف. والله جايز أحتاجها، جايز هشوف دلوقتي. انت عايز ألف أس 5. الألف باتنين آي يبقى 2 آي أس 5. الاتنين أس 5 ب32، وآي أس 5 اللي هي آي أس 5. طيب ما 32 اهي. آي أس 5 أنا متفق معاك. آي أس 5 أنا متفق معاك إن هي بتساوي إيه؟ إن هي بتساوي الآي. خلاص. في الاختيارات 2 آي؟ لا. طب ما أنا قايل لك احتياط أهو، جايبين الآي. يعني 32 والآي بنص ألف. الله أكبر. نص ال 32 كام؟ 16 ألف. يبقى أنت بتجيبها احتياطي عشان لو ما لقيتهاش موجودة في الاختيارات. السؤال اللي بعده بيقول لك عندك مصفوفة، بيقول لك عايزك تضربها في المصفوفة دي وبعدين تضربها في المصفوفة دي.
انت اضرب اول اتنين في بعض، اضرب اول اتنين في بعض والناتج اللي يطلع اضربه في اللي بعده. طب يلا بينا يا باشا، يلا صف. اضربه مرة في العمود. طب تعال شوف ده على النظم كام في كام كده. دي فيها صف واحد وتلات أعمدة. طب والكبيرة ديت فيها تلات صفوف وكم وتلات أعمدة. شايف ده شبه ده. يبقى الناتج يطلع في صف واحد وتلات أعمدة. واحدة واحدة بقى. صف واحد وتلات أعمدة يعني في رقم هيتكتب هنا، في رقم هيتكتب هنا، في رقم ده صف واحد وتلات أعمدة أهو. العمود الأول، العمود التاني، العمود التالت. صف في عمود بقى، صف في عمود بقى وخليك شاطر. واحد تعال في جنب، واحد في واحد بواحد، زائد اتنين في اتنين بأربعة، زائد واحد في واحد بواحد، فتديك كام في الآخر ديت؟ تديك ستة. يلا اضربه في العمود اللي بعده. واحد في اتنين باتنين، وده بصفر وده بصفر وده بصفر، يبقى هنا اتنين. يلا نفس الصف في العمود اللي بعده. واحد في صفر بصفر، اتنين في واحد باتنين، واتنين في واحد برضه باتنين، ادي كده كام؟ أربعة اهو. يلا خلصت، اضربها لي بقى في صفر اتنين س، وسويها لي بكام بقى؟ دي المصفوفة الصفرية. طب المصفوفة الصفرية دي تبقى كام في كام؟ على حسب دول. دي فيها صف واحد وتلات أعمدة، ودي فيها تلات صفوف وعمود واحد، يبقى الناتج اللي هيطلع على النظم واحد في واحد. ماشي. هنشوف الأول يعني اللي هو كام؟ واحد في واحد يعني صف واحد وعمود واحد يبقى صفر. اضرب صف في عمود. هو مفيش إلا الصف ده اهو في العمود ده اهو. ستة في صفر بستة. ايه ده يا أستاذ؟ ايه ده يا أستاذ؟ ستة في صفر بصفر. ماشي يا عم. ستة في صفر بصفر، زائد اتنين في اتنين بأربعة، زائد الأربعة في س بأربعة س، وكل ده هنساوي بالكام؟ بالصفر. ودي الأربعة بعكس الإشارة. أدي أربعة، ما هو صفر زائد أربعة بأربعة، اللي يبقى أربعة س بتساوي سالب أربعة. على الأربعة وعلى الأربعة يبقى الس بكام؟ يبقى الس بسالب واحد. الس بسالب واحد اللي هو الاختيار إيه؟ اللي هو الاختيار باء. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت ألف بالمصفوفة دي، وباء أربعة واتنين، وكان ألف في س بتساوي باء زائد السين، فإن المصفوفة س. هي المصفوفة س دي بإيه؟ ما أنا يعني لما تيجي مثلا نفرضها أي حاجة. تعال مثلا نفرضها أي حاجة بس على حسب النظم بقى هنشوف. ديت على النظم كام في كام؟ دي على النظم اتنين صفين وعمودين. ودي على النظم كام في كام دي؟ يعني بص، ما هي لو ألف على النظم اتنين في اتنين، لازم السين ده هي برضه تكون على النظم اتنين في اتنين، صح ولا إيه؟ أيوة، ما هو عشان أضربها فيه. خلاص. طب ما احنا اصلا مش عارفين هي بكام اصلا. خلاص تعالى يا باشا بقى نشوف الالف السين دي نتصرف فيها ازاي. بص كده، تعال نجيب له الاول الف في س. الالف اللي هي بكام؟ اللي هي واحد سالب واحد اتنين تلاتة. بص في الاختيارات كده، هتلاقي السين اللي هو عايزها كلها على النظم كام؟ فيها صفين وعمود واحد. خلاص يبقى انا هفرض السين بصفين وعمود واحد، صح ولا ايه؟ ما هو اللي عايزها كده بقى، خلاص هو حر. صفين وعمود واحد، افرضها مثلا هنا كاف، وهنا مثلا ميم، او هنا لام، او هنا اي حاجه. انا فرضتها اهو. لما تيجي نضربهم في بعض كده، يبقى انا المطلوب مني لو جبت كف ميم يبقى انا جبت السين. يلا صف في عمود. الصف الاول ده اهو، ضربه في العمود الاول ده اهو. يلا. يبقى واحد في كاف هيديك كاف، وسالب واحد في ميم بسالب ميم. صح كده؟ انزل تحت. الاتنين في كاف باتنين كاف، وتلاتة في ميم زائد اهو تلاتة ميم. الحمد لله جبت ده. تعال نجمع ب زائد س. ب زائد الس. طب الب بأربعة واتنين، زائد السين أنا مفروضها إيه؟ كاف وميم أهو. اجمع الأول مع الأول والتاني مع التاني، الجمع سهل. الأول مع الأول مش هيتجمع بيبقى أربعة زي الكاف. التاني مع التاني مش هيتجمع بيبقى اتنين زائد الميم. بعد ما تخلص سويهم ببعض، ومعنى إنك تسويهم ببعض سوي المتناظر ببعضه، يعني سوي الأول هنا أهو في الأول هنا أهو. مالين هكتب بقى؟ يبقى كاف ناقص الميم بتساوي أربعة زائد الكاف. يبقى الكاف ديت هتروح مع الكاف ديت، واقسم على السالب وعلى السالب. يبقى سالب ميم بتساوي أربعة، يبقى الميم بتساوي سالب أربعة. أنت الكاف كنت السين كنت فارضها إيه؟ كاف وميم. أنت طلعت الميم ده هي بكام؟ بسالب أربعة. يا باشا بص في الاختيارات كده على طول من غير ما تعصب نفسك، أنهي واحدة اللي تحت ده فيها سالب أربعة؟ هو ده. يبقى السؤال الأول تاني، إحنا السين فرضناها على حسب الاختيارات اللي هنا. هو المفروض عشان يضربهم في بعض لازم عدد الأعمدة بتاعة المصفوفة الأولى بتساوي عدد صفوف التانية، بس هو كان عاملها في الاختيارات صفين وعمود واحد، فأنا فرضت السين بصفين وعمود واحد بس، ولمحت سالب أربعة يبقى هنا سالب أربعة. عايز تعوض بقى تساوي التاني بالتاني وشوف. السؤال اللي بعده بيقول لك ألف. شايف المصفوفة ديت؟ ظا س
جا س جتا س فيها صف واحد وثلاث أعمدة، عمود وعمود وعمود. بيقول لك ألف في ألف مدور بتساوي 2. طب تعال نضرب له ألف في ألف مدور. تعال نجيب له ألف في ألف مدور. الألف بظا س وبعدين جا س وبعدين جتا س. اضربها لي في ألف مدور. دور لي بقى الألف ده صف واحد خليه عمود. ظا س جا س جتا س. خلاص تعال نشوف بقى الناتج اللي هيطلع. بس بشوش بالله عليك، تعال نكتبه تحت اهو. امسك الصف الاول اضربه في العمود الاول، يبقى خلاص هيدينا حاجه واحده هنا بس. ما هوش مش ده على النظم كام في كام، ده على النظم صف واحد وثلاث اعمده، وده على النظم كام في كام، ثلاث صفوف وعمود. ده شبه ده، يبقى الناتج يطلع واحد في واحد. ظا في ظا بظا تربيع، جا في جا زائد جا في جا بجا تربيع، جتا في جتا بجتا تربيع. كل ده يساوي كام بقى؟ 2. طب يلا، انا عارف ان جا تربيع زائد جتا تربيع بواحد، صح؟ دول بواحد. وواحد زائد ظا تربيع بقا تربيع س. هتقول لي مش مذاكرها، يبقى انت راجل مش مذاكر حساب مثلثات. لا، يبقى انت مقصر في حق نفسك. روح ذاكرها. اصل الترم ده مش محتاج مناهده خالص، روح ذاكرها تاني. قا تربيع باتنين. احنا يا زلمه ما بنحبش نتعامل مع القا، بنحب نتعامل مع المقلوبتها اللي هي ايه بقى؟ جتا. يبقى جتا تربيع س، طالما شقلبت دي تشقلب دي، يبقى واحد على الاتنين. تعال ناخد الجذر التربيعي للطرفين. يبقى جتا س بتساوي موجب أو سالب واحد على جذر 2. ما أنا باخد الجذر ده والجذر ده. طيب هو الراجل بقى عايز أنت في الربع الكام ده ولا إيه الدنيا بتاعته؟ بص كده، ده هو بيقول لك بايع على الاتنين 90 و180. 90 و180 أنت في الربع التاني، والجتا في الربع التاني سالبة، يبقى أنت هتاخد جتا سالبة بس. جتا بسالب واحد على جذر 2، صح ولا إيه؟ عايز تقول لي بقى كده الجتا سالبة في ربعين، الربع التاني والربع التالت، بس التالت مش معانا لأن هو جابرنا فوق نشتغل بالتاني. أجيب الزاوية الحادة الأول اللي هي بالشيفت. شيفت كوزين واحد على جذر 2 45. يبقى اللي في الربع التاني 180 ناقص 45 بكام؟ ب 135. اضربها في باي على 180 تطلع بكام بقى في الاخر؟ لو ضربتها في باي على 180 تطلع 3 باي على الاربعه. 3 باي على الاربعه اللي هو الاختيار بقى. وخلي بالك من الاسئله ديت لانه بيربط بقى الدروس ببعضها. السؤال اللي بعده بيقول لك ألف 2 سالب 1 1 0، صح كده؟ وكانت الدالة د معرفة على مجموعة المصفوفات المربعة. هفهمك يعني دلوقتي. حيث دالة س بتساوي س زائد اي في س ناقص اي. عايز دالة الألف. خلاص، ما هو دالة الألف يعني هنشيل كل س ونحط ألف، يبقى دي ألف زائد الآي. كل س بألف، يبقى دي ألف ناقص الآي، صح كده؟ طب تعالى. طب ما الألف اجمع عليها آي. طب بالراحة كده على جنب. ألف زائد الآي. ما الألف 2 سالب 1 1 0، والآي 1 0 0 1. اجمع كده يلا. يعني 2، تعال نعمل ده على طول اهي. 2 بالجمع بقى عادي. 2 زائد 1 ادي كده 3، وسالب 1 زائد 0 ادي كده سالب 1، و1 زائد 0 بواحد، وصفر زائد 1 بكام؟ بواحد. طب ألف ناقص الآي. يلا ألف ناقص الآي تعال نجيب. ألف 2 سالب 1 1 0 زائد ناقص آسف الآي 1 0 0 1. اطرح. اطرح ملين. 2 ناقص 1 بواحد، سالب 1 ناقص 0 بسالب 1، 1 ناقص 0 بواحد، 0 ناقص 1 بسالب 1. طب دول طلعوا كده. يلا نضرب بقى صف في عمود. صف في عمود. يلا يا كابتن. 3 في 1 ب3 زائد سالب 1 في 1 بسالب 1. 3 في سالب 1 بسالب 3 زائد سالب 1 في سالب 1 بموجب 1. يلا. 1 في 1 بواحد زائد 1 في 1 بواحد، 1 في سالب 1 بسالب 1 زائد 1 في سالب 1 بسالب 1. يطلع كام بقى؟ ادي هنا 2 سالب 2 2 سالب 2 2 سالب 2 2 سالب 2 اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الاختيار بقى. السؤال اللي بعده هانت اهي خلاص. بيقول لك اذا كانت الف مصفوفه مربعه، ماشي يعني على نظم 2 في 2 و3 في 3، وكان الف تربيع ناقص الالف بتساوي اي. انا عايز ايه بقى؟ انا عايز الف اس 3. بص القاعده، المعلومه اللي مديها لك فوق، الف تربيع ناقص الالف بتساوي اي. طب ما تيجي مثلا نخلي الف تربيع في طرف لوحدها، ودي دي هناك كده، هيبقى الالف تربيع بتساوي الف زائد الاي. الله اكبر. انت طالب ايه بقى؟ بص كده، خلاص سيب دي على جنب كده شويه. انا طالب منك الف اس 3،
وألف أس 3 أنا ممكن أفكها لك، ألف أس 2 في ألف أس 1. ألف أس 2 أنا جايبها لك فوق، ألف زائد الآي في الألف هكتبها ألف، صح ولا إيه؟ طب ما تدخل يلا ألف، يبقى ألف في ألف بألف تربيع، وآي في ألف زائد أهي، والآي في ألف اللي هي آي ألف، يبقى ألف تربيع، وأدي هنا زائد. فين آي في ألف؟ ما هو واحد في ألف هيديك ألف، ولا استنى، كان هنا ألف أس 3، إحنا قلنا ألف أس 2 اللي هو ألف زائد آي هنضربها في الألف، صح؟ يبقى ألف في ألف هيدينا ألف أس 2 زائد آي ألف، يبقى ألف أس 2 زائد آي ألف، وآي في ألف اللي هي إيه بألف. طب ما دي مش موجودة في الاختيارات، طب ما أنت ممكن تشيل ألف أس 2 ده أهي وتحط اللي فوق ده اهي اللي هي اسمها ايه بقى، اللي هي ممكن اشيل الف اس 2 واحط لك الف زائد الاي زائد، والاي في الف اللي هي كام الف. خلاص شايف اللعبه الراجل بيلعب معاك ازاي؟ الف زائد الف يبقى 2 الف زائد الاي، 2 الف زائد الاي اللي هو الاختيار ايه، اللي هو الاختيار بقى. تاني انا عملت ايه؟ الف اس 2 في الف ضربتهم، طب بس ما لقيتش حاجه في الاختيارات، قمت راجع تاني معوض مكان الف اس 2 اللي فوق، الف زائد الاي، وهنا اي في الف لان انا ممكن اكتبها ايه، لان انا ممكن اكتبها الف اكنها واحد في الف في الف يعني، يبقى 2 الف زائد الاي اللي هو الاختيار بقى. السؤال اللي بعده برضه من الاسئله المهمه عندك، بيقول لك اذا كانت الف مصفوفه مربعه والف اس 2 هو اللي قال لك بحيث الف اس 2 بتساوي الف، الف اس 2 بتساوي الف لكل ميم عدد طبيعي يكون الف اس ميم زائد واحد بتساوي نقط. يا استاذ ايه هي الاعداد الطبيعيه الاول؟ ما هو بيقول لك لكل ميم عدد طبيعي، خلاص يبقى العدد هو فرض الاعداد الطبيعيه بميم، صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة لحد موجب إيه؟ لحد موجب ما لا نهاية. طب تعال نجرب يلا، لما ميم بصفر هو قال لك ألف أس اتنين بألف، ماشي، لما ميم بصفر هيبقى ألف أس صفر زائد واحد تدينا كام؟ ألف. لما ميم بصفر طلعت بألف. طب تعال نجرب لما ميم بتساوي واحد، لما ميم بتساوي قال لك بحيث ألف تربيع تساوي الآي، لما ميم بواحد يبقى ألف واحد زائد واحد هيدينا كام؟ ألف أس اتنين، صح كده؟ وهو قال لك من فوق إن ألف أس اتنين بتساوي ألف، حاضر ماشي خلاص. طب ما هي طب ما جت اهي، طب ما جت خلاص، لما مين بصفر طلعت بألف، ولما مين بواحد طلعت بألف أس اتنين، وهو قال لي من فوق إن ألف أس اتنين بألف، خلاص هي دي اللي حققت، يبقى ألف أس اتنين ألف أس ميم زائد واحد بتساوي إيه؟ بتساوي ألف اللي هو الاختيار ج. طب يا أستاذ طب أنت ما جربتش ليه بقى ميم أس اتنين؟ يا عم تعال نجرب. ألف أس اتنين زائد واحد تلاتة، وألف أس تلاتة ممكن أفكها ألف أس اتنين في ألف، وألف أس اتنين من فوق بألف، صح؟ في الألف، ما هو ألف في ألف بألف أس اتنين، وهو مدينا معطى فوق إن ألف أس اتنين بألف، مهما تعوض بأي عدد طبيعي هيطلع بألف، يبقى الاختيار ج. مهم بقى ده برضه، بيقول لك ألف مصفوفة مربعة حيث ألف أس اتنين بآي، ماشي ده معطى يعني، حاضر. فإن ألف أس ميم يعني ألف أس أي رقم بتساوي ألف عندما ميم بتساوي عدد إيه؟ والله بقى تعال نجرب الاختيارات. تعال نجرب مثلا لو الميم عدد طبيعي، أنا هجرب ألف، إحنا هنجرب ألف لو هما عدد طبيعي، والعدد الطبيعي بتبدأ بصفر واحد اتنين تلاتة أربعة وهكذا. يلا نجرب لما الميم بتساوي كام؟ ميم بصفر مثلا، والله إحنا مع يعني ميم بصفر إزاي مثلا؟ المصفوفة هترفع لنا الأس صفر؟ لا سيبك من الصفر، خليك في الميم بواحد. لما ميم بتساوي واحد يلا هيبقى ألف أس واحد بتساوي كام؟ بتساوي ألف، ماشي اركنها على جنب دلوقتي. طب لما ميم بتساوي اتنين هيبقى ألف أس اتنين، صح؟ وألف أس اتنين هو قال لك فوق ألف أس اتنين بتساوي إيه؟ بتساوي آي. لا ده هو بيقول لك أنا عايز ألف أس اتنين بتساوي الألف، هو ألف أس ميم عايزها بتساوي ألف. طب ماشي اركن دي على جنب دلوقتي عشان ما نفعتش دي على فكرة، لان بيقول لك الف اس 2 لازم تساوي الالف. طب تعال نجرب مثلا ايه ارقام تانية، مثلا تعال نجرب الميم بكام، مثلا تعال نجرب الميم بتلاتة، جرب ميم بتلاتة كده، يبقى الف اس تلاتة. طب ما الف اس تلاتة انا ممكن افكها لك الف اس 2 في الف اس واحد، وانت قايل لي الالف اس 2 فوق باي، يبقى انا اهم حاجه عندي الناتج يطلع الف، خدوا بالكم، يبقى اي في الف، والاي في الف يعني واحد في الف في الف بالف، صح؟ هتقعد تجرب بقى كتير. بص كده الاتنين ما نفعتش،
وطالما الاتنين ما نفعتش يبقى ما ينفعش اختار ألف، لأن الأعداد الطبيعية فيها اتنين. طب طبيعي وزوجي اللي نفع معانا مين بواحد ومين بتلاتة. انت عارف لو كملت اللي هينفع معاك بعدها مين بخمس، اللي هينفع معاك بعدها مين بسبعة. يعني لازم طبيعي وفردي. طبيعي بيبقى الاسم على التلاتة؟ لا مش تنفع، ما هو خد بالك التلاتة برضو بتبقى الاسم على التلاتة، فمش شرط لازم يكون العدد ايه، لازم يكون العدد طبيعي وفردي. يعني واحد وهنا تلاتة بعدها هينفع الخمسة، فانا ما كنتش ينفع اختار ده بقى لان الخمسة ما بتبقاش اسم على التلاتة، صح كده؟ يبقى الاختيار ايه؟ جيم. سؤال مش سهل على فكرة. السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كانت الف مصفوفة. مهم برضو السؤال ده. ألف مصفوفة وكان باء بتساوي ألف في ألف إيه؟ ألف مدور، فإن باء تكون نقط. هو بيقول لك إن الباء بتساوي ألف في ألف مدور. عشان أحل السؤال ده تعال ناخد مدور للطرفين. نعمل إيه؟ تعال ناخد مدور للطرفين. يلا آخد مدور للطرف ده، والمدور بتاع الضرب بيتوزع بالعكس، يبقى هنا باء مدور. بالعكس بقى دخله هنا الأول، يبقى ألف مدور لكل مدور يبقى ألف، وهنا ندخله على التاني يبقى إيه؟ ألف مدور. هو قال لك فوق ان الباء بتساوي الف في الف مدور، صح؟ طب يلا ايه اللي هيحصل بعدها بقى؟ بص كده، الف في الف مدور من فوق، هو قال لك الف في الف مدور بتساوي باء. طب ما بص كده، الدرس الاول خالص اللي خدناه في الجبر، لو الف بتساوي الف مدور او باء بتساوي باء مدور يبقى المصفوفه ايه؟ يبقى المصفوفه وربنا متماثله. طب لو شبه متماثله يبقى الباء بتساوي سالب باء مدور او باء مدور بتساوي سالب باء، مش هتفرق. يبقى المصفوفة المتماثلة اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار ايه؟ كل اللي عملته خدت مدور للطرفين، بعد ما خدت مدور للطرفين لاحظت ان ده من فوق بباء، ظهر في الاخر ان باء مدور بتساوي الباء، وده شرط المصفوفة المتماثلة. السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كان كل من الف وباء مصفوفة متماثلة فان، تعال نغير اللون، فان المصفوفة الف في باء في الف. ما تيجي نفرضها باي رمز، مثلا تيجي نفرض ان الجيم دي مثلا بألف في باء في ألف، وتاني نعمل ايه؟ ناخد مدور للطرفين. يلا مدور للطرفين اهو يا استاذ، يبقى جيم مدور. انا سميتها اي حاجه يعني، دخل المدور بالعكس من هنا الاول وبعدين هنا وبعدين هنا، واكتب بالترتيب بقى. يبقى هنا الف مدور وبعدين باء مدور وبعدين الف. انت قايل لي اصلا من فوق ان المصفوفه اصلا متماثله، وطالما المصفوفه متماثله يبقى الالف بتساوي الف مدور والباء بتساوي باء مدور، صح؟ اه والله قايلين كده. يعني بص كده، ادي جيم مدور، ما هو الف مدور اللي هي بتساوي الف، وباء مدور اللي هي بتساوي باء، والالف اهي، صح كده؟ طب ما بص من فوق كده، طب ما دهيت الف في باء في الف، كنت في الاصل انا فارضها بايه؟ بجيم قبل ما اخد مدور للطرفين. خلاص ظهر ان جيم مدور بتساوي الجيم، طالما جيم مدور بتساوي الجيم يبقى المصفوفه ايه؟ يبقى المصفوفه متماثله. فين متماثله؟ اللي هو الاختيار ايه؟ اللي هو الاختيار الف. السؤال اللي بعده بيقول لك ألف وباء مصفوفتين متماثلتين. ماشي، يعني الألف بتساوي ألف مدور وهكذا بقى. أهو أكتبها بالمرة، ألف بتساوي ألف مدور والباء بتساوي باء مدور، طالما أنت قلت متماثلتين فإن ألف في باء بتساوي نقط، صح كده؟ هو عايز هنا الألف في الباء. طب ما واحدة واحدة، بص كده في سؤال قبله. ده احنا عدينا السؤال اللي قبله. أيوه هو ده، ما أنا مستغرب. عشان نمشي بالترتيب بس. يلا بيقول لك ألف وباء مصفوفتان متماثلتان، وطالما متماثلتان يبقى الألف بتساوي ألف مدور والباء بتساوي باء مدور. بيقول لك فإن المصفوفة ألف في باء ناقص باء في ألف. طب ما واحدة واحدة، تعال نسمي المصفوفة اللي أنت عايزها دي جيم بتساوي ألف في باء ناقص باء في ألف، ونعمل إيه؟ شبه اللي فاتوا. شايف كم مثال ورا بعض شبه الفكرة؟ دون أنت في كشكولك بقى، حطهم في كشكولك كده إن المسائل دي نفس الفكرة دي. وناخد مدور لدور، المدور بتاع الجمع والطرح بيتوزع عادي، يبقى ج مدور وزع هنا، هيبقى هنا بقى ألف باء الكل مدور، يعني ألف مدور في باء مدور ناقص باء مدور في ألف مدور، صح ولا إيه؟ لا معذرة، آسف معلش، معذرة، ثواني، هنوزعهم أحسن بترتيب كده عشان لو ظهر ضرب، ظهر عندنا ضرب دلوقتي، شايف في غلطة بنت لذينه أهو. أنا هوزعهم يبقى ألف باء الكل مدور ناقص باء ألف الكل مدور. شايف بالترتيب ازاي؟ ليه بقى؟ لأن هنا في ضرب فهوزعه بالعكس، صح؟
كان سهوا مني انا قمت ايه مدخل مدور، لا غلط. يبقى جيم مدور. بالعكس يا ولا، يبقى باء مدور في الف مدور. بالعكس، الف مدور في ايه في باء مدور، صح ولا ايه؟ بس انت بتقول لي ان المصفوفه دي متماثله، يعني الباء مدور بتساوي باء، والف مدور بتساوي والف مدور بتساوي الف. يعني ممكن اكتب دي باء الف، وممكن اكتب دي ايه الف في باء. بس انا كنت عايز منك ايه؟ ده انا كنت عايز منك الف في باء ناقص باء في الف. خلاص هسحب لك سالب عامل مشترك عشان يبقى فاضل الف في باء ناقص الباء في الالف. ادي السالب اهو. الف في باء ناقص باء في الف، انا كنت فارضها في الاول جيم قبل ما اخد مدور للطرفين، صح؟ خلاص لو جيم مدور بتساوي سالب جيم او جيم بتساوي سالب جيم مدور يبقى المصفوفه شبه متماثله. لو كان شال السالب كنا قلنا متماثله. السؤال اللي بعده، مصفوفتين متماثلتين. هو مصفوفتين متماثلتين يعني الألف بتساوي ألف مدور والباء بتساوي باء مدور، فإن ألف في باء هتكون مصفوفة متماثلة إذا كان إيه؟ بيقول لك لو الألف في باء سوت الآي تبقى متماثلة؟ على فكرة، ما خد بالك، ما الآي دي اللي هي واحد صفر صفر واحد، ودي متماثلة عناصرها متماثلة حوالين القطر الرئيسي، يبقى الأولى تنفع. طب بيقول لك هل الألف بتساوي الباء؟ والله تعالى نختبرها كده. مش انت عندك ان الالف بتساوي الف مدور؟ حاضر. طب بقول لك الف في باء، صح؟ تعال نشوف له كده الف في باء. انا ممكن اشيل الالف ده او ممكن اشيل الباء دهيت، اشيل الباء واحط مكانها ايه؟ واحط مكانها الالف. ما هو بيقول لك الف بتساوي الباء، صح؟ خلاص هشيلها واحط مكانها الف. انا بجرب باء، هيبقى الف في الف يدينا كام؟ الف اس 2. ما هتبقى برضه متماثله. ما هو يا حبيبي طالما الف في باء متماثله يبقى الف اس 2 برضه ايه متماثله، يبقى الاختيار ده هو الصح. ما هو طالما واحد واتنين نفعهم يبقى التالتة أكيد هتنفع. السؤال اللي بعده بيقول لك إذا كانت المصفوفة ألف مدور في باء ألف، دي مصفوفة إيه؟ دي مصفوفة متماثلة، فإن ذلك يشترط أن يكون إيه بقى؟ ما واحدة واحدة هنفرضها برضو بجي. يبقى ألف مدور وهنا باء ألف، وناخد مدور للطرفين. ها كذا فكرة ورا بعض أهو. خد مدور للطرفين، يبقى هنا ج مدور. المدور في الضرب بيتوزع من العكس بقى، يبقى هنا بقى ألف مدور، ها كمل، باء مدور، وهنا إيه ألف مدور لكل مدور اللي هو إيه اللي هو ألف، صح ولا إيه؟ بس أنت قلت لي فوق متماثلة، صح؟ ما هو معنى اللي متماثلة يعني الجيم مدور أهو، ألف مدور بتساوي ألف، وباء مدور بتساوي باء، وخلاص وهنا ألف. طب ما ده هي من فوق أنا كنت فارضها إيه؟ أنا كنت فارضها جيم، صح ولا إيه؟ أيوة، ما هو باء مدور بتساوي الباء، خلاص يبقى هنا كنت فارضها الأول بجيم ولا باء بقى؟ لا، قلنا إحنا فرضنا بجيم، خلاص يبقى ألف في باء في ألف جيم مدور بتساوي الجيم، يبقى الإجابة إيه بقى؟ يبقى الإجابة مصفوفة متماثلة. أو ممكن تبص، أنا ممكن أسيب ألف مدور ده زي ما هي، وباء مدور اللي هي باء، والف نزلتها الف، ما هي اللي انا فارضها جيم يعني اللي هي متماثله.